السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ ست البيت. معاكم الشيف مروة. هنعمل النهاردة مع بعض أكلة جديدة ومختلفة. احنا هنعمل النهاردة كبدة، بس هزود لها شوية حاجات هتكون مختلفة شوية عن الكبدة اللي متعودين عليها. هعمل لكم النهاردة كبدة بالبطاطس. هقول لكم على المقادير بتاعتنا هتكون بصلاية مبشورة، ومعانا طماطمايه متقطعه مكعبات وشايلين الجلده بتاعتها اللي بره. شايلاها ازاي؟ جبت حبه ميه مغليين وحطيت فيهم الطماطم وبعدين قشرتها، القشره بتاعتها طلعت معايا بسهوله، قطعتها مكعبات زي ما انتم شايفين. ومعانا فلفل متقطع مكعبات برضو، عايزه تضيفي فلفل رومي مفيش مشكله. ومعانا معلقه توم مفروم، ومعانا بطاطسايه مسلوقه نص سلقه، يعني ما تسلقهاش قوي لان هي هتكمل تسويتها مع الكبده. ومعانا التوابل بتاعتنا هتكون ملح وبهارات وكمون، ومعانا زعتر. دي الاضافه الجديده موضوع الزعتر والبطاطس. ومعانا طبعا الكبده بتاعتنا مغسوله ومتنضفه ونقعناها في خل وملح، وبعد كده غسلتها وصفتها. هنبدا الاول، اول حاجه هنضيفها هنحط الكبده نديها صدمه كده. سخنت الطاسه بتاعتي جامد، حطيت حبة زيت وسخنت الطاسة جامد علشان ادي الكبدة صدمة. اديها صدمة ازاي؟ اقفل المسام بتاعها عشان ما تنزلش ميتها، عشان تفضل محتفظة بالمية بتاعتها. كده الزيت سخن معانا، هنقلب الزيت كده نختبره كده تمام. هنضيف الكبدة بتاعتنا على الزيت وهو سخن كده، وهسمعكم الصدمة بتاعتها. بسم الله. نبدأ نحط الكبدة بالشكل ده. شايفين الكبدة اول ما حطيتها لونها اتغير ازاي؟ شايفين اللون الرائع ده؟ شايفين معايا؟ بعد ما اديتها لون ما نزلتش ميه، هو ده الزيت بتاعها. بعد ما اديتها لون هضيف الثوم بتاعي، هضيف الثوم نقلب الثوم لوحده. بعد كده هنضيف البصلايه بتاعتنا. ريحتها ما تتخيلوش ريحتها قد ايه جميله. نقلب البصل مع الثوم كده في النص لحد ما البصل بتاعنا يدبل شويه. الريحه روعه بجد، الريحه جميله جدا. هنقلب كده، البصل بدأ ياخد لون ويتكرمل. بعد ما البصلة بتاعتنا اخدت اللون اللي هو الذهبي كده، لونه جميل جدا، هنحط بقى الفلفل.
انا مش عايزه الفلفل يكون دبلان، انا عايزاه لونه كده اخضر ومزهزه كده. كده البصل والفلفل والثوم والكبده خدوا من طعم بعض ودخلوا في بعض وخدوا الطعم، بقى طعمهم كده رائع. هنبدأ نضيف الطماطم بتاعتنا. انا مرضتش اضيفها في الاول لان هي هتنزل ميتها فهتدبل لي الفلفل، فانا نزلتها في الاخر بالشكل ده. الطماطم نستمر في التقليب كده. الطماطم خدت من طعم الفلفل ودخلت المكونات كلها في بعضها. هحط بقى البطاطس بتاعتي اللي انا سلقاها نص سلقه كده. اهم حاجه يا جماعه البطاطس ما تستويش قوي، لان لو استوت بتتهري مع الكبده. احط البطاطس كده. مش قادره اقول لكم قد ايه جميله جميله جميله. نضيف كده التوابل، احط التوابل بتاعتي كلها دفعه واحده كده. شايفين يا جماعه بعد ما قلبت التوابل مع البطاطس والطماطم والفلفل والثومه والبصل والكبده، خدت من الشكل كل الطعم كله دخل في بعضه. طعمها رائع وريحتها رائعه. يا ريت كنتوا معايا دلوقتي كنتوا شميتوا الريحه اللي انا شماها دلوقتي. انا عندي الجيران بيطلعين على الريحه. ريحه جميله جدا وطعمها تحفه. انا هزود بقى شويه ميه وهسيبها تاخد وتدي. نزود حبه ميه دافيين كده صغيرين، حبه مش كتار يعني. ده زودنا حبه ميه. وهغطي عليها واسيبها 10 دقايق بالظبط، 10 دقايق عشان البطاطس تستوي والكبدة تستوي والمكونات كلها تستوي معايا. 10 دقايق هغرفها واوريكم الشكل النهائي بتاعها. وبكده نكون خلصنا معاكم اكلتنا النهاردة. طبق كبدة رائع وممتاز، بتمنى تجربوه بجد هيعجبكم جدا. و... واكلة والله خفيفة ولذيذة ولازم تجربوها. آه، وصفتنا سهلة مجربة آه، وممتازة. بتمنى اكون قدرت ان انا افيدكم وقدرت ان انا اوصل لكم معلومة ولو بسيطة وصغيرة. طبق الكبدة دوت انا عملت جنبه طبق رز ابيض وجرنشته بالشبت وفلفل رومي. تقدري تعملي يعني الكبدة يتاكل معاها عيش، يتاكل معاها اي حاجة، مش شرط ان هي تبقى يعني تقيلة. وبكده بننهي معاكم الحلقة بتاعتنا، والى اللقاء في حلقة تانية. ولو الفيديو بتاعي عجبكم ياريت تسجلوا اعجابكم بالصفحة بتاعتي وبالقناة بتاعتي، وان شاء الله باذن الله هنزل لكم وصفات كتير. ولو حاجة معينة انتوا عايزينها اطلبوها وانا هعملها لكم. ويا رب يا رب يكون اكلي بيعجبكم و... وتجربوه ان شاء الله وهيعجبكم، وعون الله هيعجبكم. الى اللقاء في حلقة تانية ان شاء الله وبوصفة جديدة. السلام عليكم.